بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة معانا وصفة بسكوت، احلى بسكوت، اوفر بسكوت، والنتيجة مية مية، والطريقة سرعة بسرعة بسرعة. طريقة بسيطة جدا وسريعة جدا ومش هتكلفك اي حاجة ولا اي مجهود. هي دي المقادير اللي معانا النهاردة، وهكتبها لك تاني في صندوق الوصف، هكتبها لك بتفاصيل التفاصيل. اول ما نبدأ الفيديو دوت ان شاء الله تعملوا لي اشتراك وتعملوا له لايك بمناسبة الشهر الكريم، وكل سنة وانتم طيبين. المقادير اللي معانا دي كلها نص كيلو سكر، نص كيلو سكر، عملنا منهم حوالي 3 كيلو ونص بسكوت على الميزان. نص كيلو سكر عملنا حوالي 3 كيلو ونص بسكوت على الميزان، يزيد كمان على 3 كيلو ونص. اول ما شفتوا معانا كده حطيت الاول السكر، وحطيت السمنه، وحطيت حوالي كوبايه زيت، وشغلت على الكبه. لعلمكم بقى كنت بقول مش هينفع في الكبه او الكبه هتبوظ، طلع احسن حاجه والله. الوصفه عجبتني جدا جدا جدا، وطعم البسكوت وريحته قلبت الدنيا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بس كان ناقصني بس الايد الزياده، وحبيبتي جت عملت معايا. بصوا بقى، هننزل بالبيض، بالطين، والبيض ده عليه فانيليا. بصوا عشان الكبه برضو وعشان ندي قوام حلو. طبعا انا ما عنديش مضرب، كان عندي المضرب والحمد لله اتكل على الله. فالكبه اشتغلت بيها كل حاجه العيد، كل حاجه السنه دي عملتها بالكبه، وعملت الغريبه وهنزلها لكم برضو عاملاها في الكبه. كل حاجه مية مية، وهتشوفوا الطريقه وهتشوفوا التفاصيل زي ما شفتوا هنا. وبتاعه الغريبه كمان تفاصيل واضحه وادق كمان من اللي انتوا شايفينه دوت. دي على فكره النشادر بتاع البسكوت، ما هو بسكوت نشادر. بس والله الوصفه عن امانه وعن ثقه، جربوها مش هتغلطوا فيها. مية مية مية، ايه 1000%، ما شاء الله اللهم بارك. طريقة بسيطة مش مكلفة، مش متعبة، وبتدي كمية كبيرة. الدقيق اللي احنا حطيناه اهم حاجة ان يكون الدقيق دقيق مغلف، بس اهم حاجة ان يكون الدقيق دقيق مغلف. ادي كل التفاصيل اللي فيه. اي نوع دقيق بس يكون مغلف. كل الاغراض برضو بس يكون مغلف عشان تضمني ان هو نظيف، وعلشان السمنة تتنيها محتفظ، الدقيق تاني محتفظ بالسمنة، وعشان كل المقادير اللي تحطيها تتنيها زي ما هي. البسكوته ما تزيدش في الفرن، البسكوته ما تنفش زياده، ما تشققش، تديك قوام حلو. ده كله بسبب نوعيه الدقيق. كل التفاصيل معاكم في الفيديوهات زي ما انتم شايفين، وهكتب لكم ادق التفاصيل وادق المعايير والمقادير في قلب صندوق الوصف. واعملوا اشتراك واعملوا لايك، ودايما وانتوا بتعملوا اي حاجه من المعجنات دي تذكروا الله وتصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وزي ما انتم ما شايفين كده، مش بنعجن العجين اللي بالكم فيه، لا، ومش بنحط الدقيق مرة واحدة برضو. بنبدأ احنا نحط الدقيق شوية بشوية، والعجين زي ما انتم ما شايفين كده، من تحت لفوق من تحت لفوق من تحت لفوق، زي ما انتم ما شايفين كده بالظبط اهي، لحد ما لمت تماما تماما تماما. شفتوا؟ اوعوا تنسوا اللايك. البسكوت طبعا بيبقى حبيب اللمة. يا سلام بقى على ايام زمان لما كنا بنعمل بال20 كيلو بسكوت. طبعا انا النهارده عامله نص كيلو سكر، تخيلوا الفرق. لا بصراحة ايام زمان كانت ايام خير وسعد وهنا بصراحة يعني. دي حبيبتي بقى كانت معايا بصراحة، اتصلت بيها عشان البسكوت بيبقى عاوز ايد وعاوز ونس وعاوز حد كويس تكون بتثقي فيه. مش بتثقي فيه يعني على حاجتك، لا بتثقي فيه فعلا، بتكون مرتاحه له يعني. هي بصراحة ما بتأخرش عني في اي حاجة. اول ما بقول لها انا عاوزاكي تيجي معايا في اي حاجة ما بتأخرش عني. ربنا يبارك لها يا رب، ويكتب لها الخير والسعد والهنا يا رب. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما قطعناه وشفتوا المكنه بقى وحركات المكنه بقى، الجو القديم بتاع زمان ده، بس ايه الله اكبر، كان يوم جميل جدا جدا جدا. ودوت بعد ما استوى، بالهنا والشفا.